لو ولادك مش بيحبوا الفاكهة زي اللي عندي بالظبط وخصوصا الموز، اعملي لهم دي واتحداكي لو ما خلصتش في نفس اليوم. هنا انا استخدمت 5 اصابع من الموز، الافضل يكونوا مستويين. هرستهم بالهراسة او بالشوكة، مفيش مشكلة. ونزلت عليهم بحبتين من البيض بدرجة حرارة الغرفة ومعلقة الفانيليا ونقلب. وزودت عليهم نص كوباية من السكر ونص كوباية من الزيت ونقلب كمان. مكوناتنا الجافة كانت عبارة عن كوباية ونص من الدقيق متعدد الاستخدام، عليه تلت كوباية من الكاكاو الخام، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، ومعلقة صغيرة من البيكنج صودا، ورشة ملح. مستخدمين المنخل طبعا. هنقلب بالراحة كده ونلم الجوانب بتاعتنا ونرجع نقلب تاني في اتجاه واحد. زودت عليهم كوباية من الشوكليت شيبس ونقلب كمان. استخدمت قالب مستطيل مقاسه 32، حطيت فيه ورق الزبدة ونزلت عليهم بالعجينة بتاعتنا. زودت على الوش شوكليت شيبس وخبطتها خبطتين الصينية عشان تطلع الهواء اللي فيها، ودخلتها على فرن سخن درجة حرارة 180 الرف الأوسط. أخدت معايا 35 دقيقة بالظبط وكانت تمام بعد الاختبار طبعا. كانت بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. قشرناها من ورق الزبدة، مش قادرة اوصف لكم قد ايه جميلة، فلافي من جوه، وطعم الموز مع الشوكليت عامل ميكس رهيب. اتمنى تجربوها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك والشير، وتقولوا لنا بتتابعونا من اي بلد، ودعمكم لينا يعني الاستمرارية طبعا. باي.